Listen to me, good luck. إذا أحمد الخشوعي يدير، مصطفى الخشوعي عفوا، الحكم الإماراتي يدير هذا النزال، ونزال أيضا بين أسماء صاعدة وأسماء شباب لها مستقبل كبير في هذه الرياضة. طول الأطراف يذهب لصالح اللاعب الكسندر، اللاعب في الزاوية الحمراء. حمزة رشيد الآن من اللاعبين أيضا اللي عندهم IQ عالي في هذه الرياضة، ومن المقاتلين اللي يتمتعون بقوة بدنية وخبرة عالية. حلوة الهوك وركلة على مستوى الرأس ولا تغطية. حلوة جاب كروس، اشتباك والتحام ممتاز حتى الآن. محاولة لتقصير المسافة، وكلا اللاعبين يحاول يفتح ثغرة في هذه المواجهة. حلوة تصوير. شوف الذكاء اللي يتمتع فيه حمزة رشيد، رشوع ومن ثم ركلة على مستوى الجسد، يتمتع بمهارة عالية هذا اللاعب. ركلة على مستوى الفخذ حتى الآن، إدارة جيدة. جاب كروس هوك من اللاعب ألكسندر بشكل ممتاز. شوف طول الريتش اللي يتمتع فيه اللاعب ألكسندر، اللي يستفيد من اللكمات المستقيمة الطويلة على مستوى الرأس. لكن الجميل في اللاعب حمزة رشيد يأخذ خطوة للخلف ومن ثم يوجه ركلة أو يوجه هجمة بشكل، أو خلينا نحكي إنها تعطل دخول اللاعب ألكسندر. ركلة على مستوى الفخذ ممتاز. إدارة جيدة حتى الآن. شوف إدارة جيدة، في حذر من كلا اللاعبين. جاب كروس كانت جميلة من لاعب الزاوية الحمراء، لكن من غير أي عنوان يحاول يقصر المسافة. ممتاز والله. حتى ألكسندر عنده IQ جميل، في يدير النزال بشكل ممتاز ويحاول يستخدم يستفيد. أما لا حصل جيم وورد جولد أو ذهبية الألعاب السعودية. يا سلام على هذه الركلة اليمينية على مستوى الرأس، لكن تغطية دفاعية. أعطاك رسالة يا ألكسندر. حمزة رشيد أعطاك رسالة على التغطية الدفاعية على مستوى الرأس، وإما سيكون هنالك ركلة مباغتة على مستوى هذه المنطقة. والجبهة على مستوى الرأس. نعم يا سلام عليك يا حمزة رشيد، يعجب. إدارة جيدة، شفناها الجب هوك ومن ثم ركلة على مستوى الفخذ. مجموعة جيدة، ركلات أمامية على مستوى الجسد، تحركات ممتازة من كلا اللاعبين. فيها ركلة سامة، ركلة سامة، الركلة اليسارية، ويخطف الركلة اليمينية على مستوى الرأس، على مستوى الفخذ الداخلي. محاولات جيدة من ألكسندر. الركلات اللي يتمتع فيها هي اللي عفوا اللكمات اللي يتمتع فيها لكمات جيدة. يعني على مستوى الثلاث النزالات السابقة شاهدنا أسماء عربية موجودة في هذه البطاقة، ومثل هذه البطولات هي محطة ونقلة نوعية للأسماء العربية في المستوى الاحترافي في هذه الرياضة. محاولة للدخول في الركلة اليسارية بالخطوة للخلف اللي يتمتع فيها حمزة رشيد، تعطل دخول اللاعب ألكسندر يحاول يعني يوجه الجب كروس، لكن شوف هذه اليسارية اللي يطرحها اللاعب حمزة رشيد ما تعطيه المساحة اللي يحتاجها. لا، وأتوقع محتاج الآن ألكسندر يوجه ركلات على مستوى الفخذ الداخلي، وأنه الهجمة إذا كان يريد ياخذها بالجانب أو خطوة للأيسر أو الناحية اليسرى أفضل لألكسندر. يا سلام، حلوة الجب هوك وبادي ليفر بانش، بعدين لو كيك. يا سلام، سيمفونية حلوة من اللاعب حمزة رشيد. كان في هناك سويتش جمبني. نستمع لتوجيهات الزاوية الحمراء. ركلة يسارية حلوة اللي باكم، ثم ركلة على مستوى الفخذ الخارجي. محاولات، هو ألكسندر يحاول يوجه جابي كروس. حلو، نعم، هذه الركلة اللي تفيدك يا ألكسندر. الركلات على مستوى الفخذ
الداخلي هي اللي تفيدك، تعطل دخول اللاعب حمزة رشيد وتعطل ركلته اليسارية. المجموعة الهجومية اللي يطرحها حمزة رشيد أيضا. يا سلام، تصغير جيد حتى الآن، مهارة جيدة على مستوى الجسد، مستوى الفخذ. ألكسندر في مجموعة. يا سلام عليك يا حمزة رشيد، في التحرك يبدع حمزة رشيد في هذه الجولة. ركض لعب مطلوبة، حمزة شفنا فيا مصطفى عفوا خليل وطنطاوي، وايضا شاهدنا محمد تويزي، وشاهدنا اليوم ايضا الحين حمزة رشيد. هؤلاء الاربع اسماء العربيه شاهدنا عندهم ركله عاليه على مستوى الراس تخوف، ومن فيها تقنيه وجماليه غير طبيعيه. او يا سلام، اصبح للمدرسه العربيه اسلوب مختلف في هذا العالم، وهذا شيء ممتاز. كانت هناك تصغير. الجولة الثالثة والأخيرة مشاهدينا الكرام، محاولة لتصغير المسافة من اللاعب ألكسندر، ومحاولات جيدة من ألكسندر لإغلاق المسافة وتوجيه. يا سلام، الهوك مع باك سايد كيك على مستوى الجسد، كانت محاولة جيدة من ألكسندر. ألكسندر يحاول الآن يغير مجريات هذه المواجهة في هذه الأثناء. أما هذه الركلات اللي تخوف، وهذه أعتبرها سم على مستوى الرأس، وقل الأسنان سقط إلى خارج الحلبة. كان هنالك ركلة على مستوى الفخذ، لكن شوف توجيهات المدرب في الزاوية الحمراء. Он тебя все время этот хайкик бей, ты по ногам бей, отвлекай его, и переходишь, ходишь на руки. Хорошо, понаглее. Собрано и наглее. Схавать его надо. تبدأ الجولة أو تستأنف. ركلة جيدة، ألكسندر يحاول في هذه الأثناء يدير المواجهة بشكل جيد. في هذه الجولة يشكل ضغط أكبر، تغيرت استراتيجية ألكسندر وأصبح يحاول أن يشكل ضغط كبير في هذه الأثناء على حمزة رشيد. حمزة رشيد أتوقع يعني أخفض إيقاع الجولة الثالثة، لكن يرجع. شوف الركلات على مستوى الرأس، تحركات جيدة حول الحلبة. محاولة من اللاعب ألكسندر تصغير مسافة، ركلة على مستوى الرأس. برافو حمزة رشيد، يحاول يوقف دخول اللاعب ألكسندر، وألكسندر يحاول يشكل ضغط. أما الركلة عندك يا حمزة رشيد ما شاء الله ما شاء الله. ألكسندر أي إصرار تتمتع فيه، وأي قوة بدنية تتمتع فيها، وأي حس قتالي تتمتع فيه. والله كلا اللاعبين هذول الأسماء الجداد تبشر بالخير. هاي الأسماء الجداد اللي أنا متأكد في يوم من الأيام راح نشوفهم إذا استمروا في هذه. يا سلام عليك يا حمزة رشيد، تبدع وتتألق، رسام فنان مبدع. شو نقول عنك؟ جميل ما تقوم به حمزة رشيد. حلوة السويتش منيح على مستوى الرأس، لكن يبحث عن الهوك والباك فيس اللاعب ألكسندر. لكن لأكون صادق، ألكسندر هذه أفضل جولاته، يعني باستثناء بعض الدقائق أو الدقيقة الثانية في الجولة الأولى. لكن لأكون صادق، في هذه الجولة يرتفع عنده الإيقاع ويدير المواجهة بشكل أفضل حتى هذه الأثناء. ممتاز. حتى مدربي الزاوية الحمراء، مدربي ألكسندر يعطيه دفعة معنوية. نشوف كيفية التعامل مع هذا النزال، والتعليمات اللي يوجهونها للاعب ألكسندر تعطيه دفعة، تعطيه حماس. يا سلام عليك، شفنا الدايفنج أو شفنا السكيب أو الهروب، ومن ثم
والملتهى. نشوف النتيجة بشكل رسمي مشاهدينا الكرام باليسار وش. Ladies and gentlemen, your next bout for the evening has come to a close after being three 3-minute rounds of action in a men's welterweight K1 division matchup. However, before we go to the judges' scorecard, we'd like to kindly take a moment and invite a very special guest into the center of the ring for the official awarding ceremony. Ladies and gentlemen, please put your hands together. It's our pleasure to welcome the president of the Moroccan Kickboxing Federation, Mr. Lahsen Al-Hilali. And now for your official judge's decision. After completing three 3-minute rounds of action in the men's welterweight K1 division, all your judges see it the same way, ruling in favor of your winner by points, declared by unanimous decision. To the blue corner, Min Al Maghrib, Hamza the Reaper Rashid. حمزة يا حمزة رشيد البطل المغربي، الاسم الصاعد، الاسم الأصعب في هذه الفئة الوزنية في الوطن العربي، ينتزع ويفوز بدرع بطولة الUM فايت نايت هنا في أبو ظبي في نادي الجزيرة في مبادلة دوم. تستاهل يا بطل، تستاهل يا وحش، تستاهل دولة ومملكة المغرب الشقيقة التي تقدم أسماء كبيرة ومقاتلين كبار.